يا أهل السعيدة احلموا وانشروا الأحلام، أرض السعيدة بالمحبة والسلام تزدان. يا أهل السعيدة احلموا وانشروا الأحلام، أرض السعيدة بالمحبة والسلام تزدان. يا صاحبي مالك ما بيتعب حالك، قرشك مع ريالك ما يصنع دارك، مفوت لو جالك سعدك وزاد فالك، يمكن يزيدك مال والعز يهنالك، بس انتبه يا ذاك تغتر بأيامك، هذا الزمن دوار ما تضمن أحوالك، ما تضمن أحوالك. خلي سلاح العلم هو مصدر إلهامك، وعيك وأخلاقك توج بها أعمالك، اغرس طموح وقيم، اهتم بأطفالك، وازرع بذور الحب بأهلك وجيرانك، خلي ضميرك حي، ارقى بإنسانك، ارقى بإنسانك. ركز قليل وافهم ما مقصدي حالك، في داخلك مارد حقق بها أحلامك، أهل السعيدة فيك ترقى بها أفعالك، خليك ذكي واختار الأرض أبقالك، وانشر حمام السلم تسمو بأوطانك، وانشر حمام السلم تسمو بأوطانك. مستمعينا الأعزاء، نكمل حلقتنا لهذا اليوم عن ترك العادات السيئة والمضرة بصحة الإنسان، ومع ضيف حلقتنا الدكتور أمين. التدخين هذا الظاهرة السيئة والغير صحية على مستوى العالم، ناهيك عن الضرر المالي للتدخين، فهو يعد سبب رئيسي لأمراض القلب وتصلب الشرايين، وسبب لمرض السل ومشاكل الجهاز التنفسي. وتوجب علينا فعلا أنه نعمل حملات توعوية للناس بأضراره، والتأكيد على أهمية الإقلاع عن التدخين بأنواعه، سواء سجائر أو شيش، من أجل صحتنا. وأكيد المناعة هي عم ناصر. نجوم الليل تسألني على قلبي وما النظرة، نجوم الليل تسألني على قلبي وما النظرة، وعن صوتي وأشجاري. يا عم ناصح، يا عم ناصح. سلامات يا عم ناصح، مالك؟ سعله من أمس قال صدري يطفعني. هذا الشكلها جت لك من حين رجعت تدخن المداعة. ما دخل المداعة،
طول عمري وأنا أدخن، ما بالله من شم هذا التابوت من حين دخل فيها قلب شمه. وين هو؟ راقد، انت بتنكزه. هذا الساعة القوية يا عم ناصح، خلينا ننشل لك المستشفى يشوفك الدكتور أمين يكتب لك على علاج. ما يعمل لي الدكتور، بعدي أنتو من أمس. خلينا نصير نكمل عملنا قبل ما يقوم هذا المدبر. عن أجل العمل، صورتك تعب قوي، خلينا ننشل لك المستشفى. سلامات يا عم ناصر. الدكتور أمين شخصية متزنة ودكتور بارع، يحاول دائما رفع الوعي الصحي لدى الناس. همه الكبير سلامة الناس وصحتهم. سلامات يا عم ناصر، كم لك بتسعر؟ لي فترة يا دكتور أمين، من يوم ما رجع يدخن مداعة. يا عم ناصح، أنا متأكد أن إرادتك قوية، ضروري تبطل التدخين في أسرع وقت. قد عندك بداية تحسس وحيسبب لك مشاكل في الجهاز التنفسي ويشكل خطورة على حياتك. لهذا الدرجة؟ أكيد ضروري تهتم بصحتك وتبتعد عن الدخان والغبار وأي مواد تسبب التهيج مثل الكلور وغيرها. يا كيران، الآن تجي الممرضة تعمل لك إبرة وبكتب لك على علاج وإن شاء الله تتحسن. ما يحتاج إبرة يا دكتور. في هذا الممرضة الذي أضرب بها الإبرة. أيوة يا عم ناصح، لا تخاف، هي إبرة بسيطة. ما تخاف، إبرة بسيط. عادي، إبرة ثنتين. ولو أنت شايف يا دكتور إني أحتاج رقود، الرقود كم ما تشتي. تبارك الله. هيا كيف بتحس نفسك يا عم ناصح؟ أحسن قوي. اعمل حسابك نرجع عودة غدوة للمستشفى إن شاء الله. وقول لرضية تجي لها عندي ضروري. من عيوني. افتح لنا أي أغنية نسترخي. وحجوب جمالك في قلب جنن جميع الملا. سلامة يابا، إيش فيك؟ قال حمادي تعبت وشلك المستشفى وقال إنك تشي ترسلني ضروري. خير يابا؟ لا تقلقش يا بنتي. كيف لقلقش؟ قد أنا مفجوعة عليك يابا، لا يكون فيكم شي ولا شي. اهدئي، مش وقت الكلام هذا، قد أنا بخير. الشيش في موضوع مهم. وأيش أهم من صحتكم يابا؟ الله يحفظكم. أشتي تتزوج واشتيش تسيري تبسريها غضوة. ها؟ تتزوج؟ من صدقك أم؟ أيوة من صدقي. ليش؟ أو قصرت معاكم يابا؟ بينجي يومية أعمل لكم الأكل وأنظف لكم الملابس وأرتب لكم البيت، وكم لي أنا وحمادي بنتراشاكم تجوا تجلسوا عندنا بدل ما انتوا جالسين لوحدكم. الله يرضى عليكم، ما بتقصروا أبدا، بس أنا مرتاح هكذا، وبعدها قد قررت أتزوج وانتهى الموضوع. ومن هي هذا اللي تشتوني بسرها غضو مستعجلين عليها لهذا الدرجة؟ عمتي تقية. ايش من تقية؟ قال لك تقية؟ هذا كيران، اسمها كيران. ومن هي كيران؟ كيران؟ ها، أو قصدها الممرضة الهندية الذي في المستشفى. ممرضة؟ وحكك يا عم ناصح، حكك. لا يا عم ناصر، ما قد تزوجت. ليش لا؟ ما عمر إلا خاتمه.
وحكت يا عم ناصح، حكت وحكي. ها كيران يا عم ناصح، يا عم ناصح. ايوه خير يا عم ناصر، أو أنت قاعد؟ لا الحمد لله اليوم هو أحسن. وين كيران يا دكتور؟ سافرت، جالها عقد عمل في الخليج. ليش بتسأل عليها؟ سافرت. يا قلبي. السبب تجروني يا ليلى وتطيع كلام الحواشي. يا صابونة مشي ولا حاجة، خلوك على الحنفية بتشيل. تسلية، متعة بلا حدود.